السلام عليكم. النهارده هكلمكم عن الثعالب عشان في ناس كتير بتكلمنا عن الثعالب دلوقتي. طبعا احسن عمر تجيبها من وهي جراوي صغيره. تمام. فانا معاكم مش هضلك وهقول لك ازاي تاكل الجرو حتى لو انت جايبه لسه ما فطمش وهو جرو بيشرب لبن. تمام. مش اللبن البقري يا جدعان، ليه لبن بديل اللي هو اللي بيبقى للقطط والكلاب وكلام من ده، عشان اللبن البقري ممكن لا قدر الله يموته. تمام. اول اسبوعين بتديله مثلا بسرنج او ببيبرونه كل 3 او 4 ساعات. بعد ما بيعدي الاسبوعين لحد ما بيتم 6 اسابيع ممكن تديله مثلا رضع كل 6 ساعات. اول ما بيتفطم زي ما حضراتكم شايفين كده بيدوس بقى معاك على عمر مثلا 6 اسابيع 8 اسابيع. هتديله لحوم فراخ نية او مسلوقة عادي، هيودي معاك الدنيا جميلة زي ما انتم شايفين كده. حاجة بتاكل كبد وقلوب برضو شغال، انت فاهم. سمك بس من غير ما يكون عليه اي اضافات، حتى لو تونة بس من غير زيت والشغل ده، انت فاهم. بيودي معاك خضار مطبوخ، جزر، بطاطا، كوسة، فاكهة برضو زي التفاح والموز والعنب بس بكميات صغيرة. عايز اقول لكم حتى الدراي فود بياكلوا بتاع القطط والكلاب، بس اهم حاجة هو صغير زي كده ما ينفعش تديله اكل فيه عظم، انت فاهم، عشان ممكن تقف في حلقه وتضيعه، انت فاهم. تحط له ميه باستمرار وتنضفها له. تمام. ونحافظ عليه وندفيه يا جدعان عشان لما تبقى جراوه زي كده صغيره لازم نهتم بيها. وده احسن عمر عشان يطلع على ايدك هادي، ما يقعدش الكلام ده، انت فاهم. متدرب، ولو اديت له تطعيم مش هيضر، انت فاهمني. ويتربى في البيت عادي ومفيش اي حاجه ويطلع واخد عليك. والاكل طبعا لازم يكون فريش. ده يا جدعان بيتقال عليه برضو الحسين او الثعلب الاحمر او ابو الحسين.